ويحذر المسلم من كل هذه الأمور التي تفسد عليه عقيدته. ومما وقع فيه كثير من المسلمين في التشاؤم والتطير بشهر صفر الذي نعيشه. فعند كثير من المسلمين، ويختلف ذلك من بلد إلى بلد ومن حال إلى حال، تشاؤم خطير وتطير خطير بهذا الشهر المبارك الذي هو من أيام الله ومن شهور الله ومن خلق الله سبحانه، ليس بيده ضر ولا نفع، وإنما يكون فيه ويحدث في أيامه ويحدث في لياليه ما الله قد أراده وما الله قد أشاءه. فنجد أن من الناس من فرحه في هذا الشهر، وآخر حزنه في هذا الشهر، ابتلاءات وامتحانات وأقدار جعل الله لها من الأوقات ما جعل. كما نجد الشهور الأخرى والأيام الأخرى يفرح فيها أناس ويحزن فيها أناس وينعم فيها أناس ويبتلى ويصاب فيها آخرون. وهذا الشهر التشاؤم فيه والتطير فيه من أعمال الجاهلية الأولى التي أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولا هامة ولا صفر، أي ولا ما يعتقده الجاهلية في شهر صفر من أنه محل الكوارث ومحل الأحداث المحزنة المفجعة، فقد كان هذا حال المشركين وحال الجاهلية الأولى، أنهم لا يتزوجون في شهر صفر ولا يسافرون في شهر صفر ولا يعقدون بيعا وشراء في شهر صفر ولا غير ذلك من أمورهم المهمة، اعتقادا منهم أنه شهر دبور وأنه شهر منحوس وأن فيه المصائب وفيه المفاجع وفيه الكوارث. فأبطل الإسلام هذه الاعتقادات الفاسدة. وما كان يحدث في هذا الشهر مما جعل المشركين يعتقدون في هذه الاعتقادات إنما هو ظلم العباد وتعدي العباد وتجاوزهم لحدود الله جل وعلا.